شخص عزيز وعائلة يعني عزيزة علينا وعلى الشعب الكويتي. قصيدة بالدكتور غنيم محمود الطشة الرشيدي. وأنا والله مهما كتبت في هذا الشخص ومهما كتبت في هذه العائلة الكريمة ولا تهون يعني جميع عوائل وقبائل الكويت والمجتمع الخليجي ما هو في حق، إلا أنه يعني ما قصر معي أنا بالذات يا الشاعر عمر الهيميد. فأقول الله يبيض وجهك السمح يا غنيم، وعساك تسعد كل ما تطلع الشمس، وعساك من ليلة تباشير لك ديم يمطر واشوف اليوم أجمل من أمس. يا مكرم الضيفان سعد المعازيم، يا ناحر القعدان يا مزين الحمس، ديوانك العامر دلاله مضاريم على مدار الوقت، في هالكرم حبس مدهال للضيفان كل بهم قيم، عليه رجل من الحسا الأول الرس، والبيت ما هو بالكنب والتصاميم، دام عرفوه الناس خله بلا جبس، يا جعل من رباك في قبرها الغيم يهل ودانه عليه النف الغرس، حمود بن طشة علي الملازيم حي نشوفه في عياله وله حس، ما مات دام مخلف له شغاميم، رجال بالافعال ما هم على الطرس، يا غنيم ناظر بالقصيدة المفاهيم، ولا تقول لي يا غنيم في مدحنا بس، أنتم رجالا تحفظون التعاليم، يا شراقة الطشة ويا مفخرة عبس. الله صح لسانك ويا بختة بالقصيدة هذه.